حبايب قلبي متابعيني الغاليين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل برسيل جل حلو قوي قوي، عالي الجودة. ويعني فيه شوية مكونات حلوة قوي من اللي بتساعد على إزالة أي بقع وأي اتساخات. يعني يخلي لك هدوم الأطفال نظيفة عند الركب، البناطيل، بص الأساور، الياقات القمصان. يعني هيخلي لك الأبيض مزهزه والألوان كمان مزهزهة، ويشيل أي بقعة. تعال نسمي الله ونصلي على رسول الله ويلا نبدأ نقول عملنا ايه. عندي بولة هنا حطيت فيها ايه، معلقتين كبار هرمين من هيدروكسيد الصوديوم او البوتاس او الكترونة او حجر تسليك المجاري او الدبوشار او الدوكسيك او حسب اسمه ايه في كل بلد من البلاد العربية. عندنا في مصر اسمه البوتاس. بنقول بقية الاسامي في البلاد العربية عشان اخواننا العرب اللي لو بيسمعوني وبيشوفوني يعرفوا انا بقصد ايه بالبوتاس. دوبت كده، نزلت على معلقتين البوتاس، نزلت عليهم كوباية من مية سلق، قشر ليمون على برتقان على يستفندي. يعني انتوا عارفين ان البرتقان والليمون واليستفندي بينزلوا كده احماض، هي حاجات حمضية كده بتنزل، يعني تشيل اي بقع. المية بتاعتها حلوة قوي قوي. احنا لما بنبقى في بقعة كده صعبة بنحط عليها شوية كربونات وعلى عصرة ليمونة وندعكها، بتشيل اي بقع. فاحنا عشان كده خدنا مية سلق الليمون والبرتقان واليوستفندي وهعمل بيهم البرسيل جل. نزلتهم كده وقلبتهم لما البوتاص داب تماما تماما تماما. اوعي تستخدميه وهو سخن عشان ما يخليش البرسيل ريحته وحشه. بعد ما برد تماما نزلت عليه بايه، كوبايه من المسحوق. اي مسحوق عندك عادي او اوتوماتيك. عايزه اقول لك لو انت هتستخدمين الغساله الاوتوماتيك حطي مسحوق اوتوماتيك اي نوع. لو الغساله العاديه او الفوق اوتوماتيك او النص اوتوماتيك حطي فيها مي برز مسحوق. اللهم صل على النبي. مسحوق عادي اي نوع برضو. انا عشان هستخدمه للغسالة الاوتوماتيك فاستخدمت مسحوق من الاوتوماتيك. قلبتهم كويس قوي لحد ما يبتدي يدوب، وهنزل ببقية المكونات. مكونات حلوة قوي. حطيت هنا معلقتين من الكربوناتو او كلوريد الصوديوم او صودا الخبز. حطيت كمان معلقتين هرميين من ملح الليمون. ملح الليمون عشان يقلل لي الرغوة، وكمان بيشيل اي بقع. الكربوناتو برضو بيشيل اي بقع وبينعم كده الغسيل. زي ما انتم عارفين فوائد مش بس للاكل، لا للنظافة كمان بيدينا نتيجة حلوة قوي في المنظفات. نزلت كمان بمعلقتين هرميين من الزهرة البيضة، برضو بتساعد على إزالة البقع وبتخلي الأبيض مزهزه جدا. هقلبهم كويس بقى، قلبي حلو قوي لحد لما المكونات اللي اتحطت دي كلها تدوب مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا بقلب. وبعد كده هنزل ايه، هنزل كوباية زيت مستعمل. زيت مستعمل مصفي كويس قوي، يعني صفيه 3 4 5 مرات لحد ما يديك اللون الشفاف اللي انتوا شايفين ده. عايزه اقول لكم ان الزيت ده كان اسود من يعني هو زيت مستعمل انا بجمعه كده، ولما باجي استخدمه في المنظفات بصفيه كتير منديل بينزل لي منديل كلينكس بيحوش اي رواسب. تصفيه 2 3 احسن من الشراب واحسن من سلك المواعين. بيحوش لك اي رواسب فيه، بيخليه صافي كده زي ما انتم شايفين. قلبت كويس قوي لحد لما انا يعني اختصرت لكم مرحله التقليب دي عشان الفيديو ما يطولش عليكم، فكنت مسرعه الفيديو. لكن انا فضلت اقلب لما تقل زي ما انتم شايفين وابتدى يدخل في مرحله التصبن. لكن انا مش هعمله صابون تخمير، فعشان كده ما سيبتوش يتخمر وينشف. نزلت عليه برتلين ميه مغليه من الحنفيه، بس انا غاليه. نزلت اول رتل وقلبت كويس قوي قوي لحد لما هيبتدي الميه تبرد. هنزل الرتل التاني عشان انا عايزه ادوب حبيبات المسحوق والزهره البيضه وكل الحاجات اللي انا استخدمتها. لحد ايه، فضلت اقلب كويس لحد ما كلهم دابوا. بعد كده الطبق طبعا مش هيكفي، فجبت الطبق الكبير ده. نزلت فيه ايه، كوباية من الكلوركس وكوباية من البرسيل جل. عندك اي نوع كلوركس حطيه.
مفيش الكلور الابيض العادي، حطي برضو منه مش هيأثر. كوبايه بالنسبه لكميه السوائل اللي احنا حاطينها والبرسيل مش هتأثر على الهدوم ولا حاجه. حطيت كوبايه وكوبايه من البرسيل. بعد كده قلبت شويه وبعدين جبت رتل ميه، حطيت فيه معلقه من الملح الطعام العادي وقلبتهم كده كويس، وانزل واحده واحده بيهم، تنزليش بيهم مره واحده عشان يتقل لنا الصابون ويعمل البرسيل ويعمل لنا قوام. نزلت بايه دلوقتي؟ بالسلفونيك. ده كوبايه من نص كوبايه من حمض السلفونيك، وهقلب كويس قوي. ده هيودينا البرسيل لحته تانية، يعني هيخليه هيزود من جودته ويعلي من النظافه بتاعته. وحلو قوي. انتوا عارفين ده من اساسيات صناعه المنظفات، سواء برسيل جل او صابون مواعين. نزلت كده نص الكوبايه وابتديت ان انا اقلب، هيبتدي يتقل معايا زي ما انتم شايفين. بقى قلبي حلو قوي على قد ما تقدري قلبي. اهم حاجه في صناعه المنظفات عامه التقليب المستمر. هنقلب كويس قوي قوي وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. بس انتوا عارفين بقى في الصبانات بيبقوا حاطين حاجه كده بتلف تفضل تلف في الصابون او في البرسيل عشان يتقل. كل ما يتقل بتحافظ كمان على القوام بتاعه. كل ما بتلف بيتقل، يعني كل ما بتقلبي بيتقل. طبعا انا ممكن كنت اقلب بالهاند بلندر او خلاط، بس انا هيزودوا الرغوه وانا مش عايزه اعلي الرغوه فيه. بعد ما قلبت كده ابتديت انزل بقى ميه عاديه من الحنفيه، ميه بارده. نزلت دي ازازه حاجه ساقعه اللي هي رتلين ونص، هنزل بيها شويه شويه كده لحد ما هاخد الاتنين رتل ونص كلهم وهقلب. هقول لكم في الاخر احنا عملنا كام رتل برسيل. بعد كده بقى انا قعدت ادور على لون عندي عشان الونه، ما لقيتش غير اللون الاخضر. خدت سنه كده اداني اللون الفستقي ده. انت تقدري بقى تلونيه باي لون موجود عندك، اللون ده اختياري. تقدري كمان تحطي اي معطر عندك، اي ازازه معطر، زيت معطر او ميه كده، العبوات اللي هي بتتباع فريده دي تقدري تستخدمي منها برضو. كل دي حاجة ترجع لك، بس انا عشان الليمون اللي حطاه والبرتقال مديني ريحة حلوة للبرسيل. بصوا بقى هنا هو سخن لسه، ومع التقليب هتلاقوه مع التقليب كده. انا كمان هسيبه لتاني يوم، لما تسيبيه ويبرد هتلاقوا قوامه تقل. كل ما بيقعد بيتقل، كل ما يبرد ويبات لتاني يوم لتالت يوم بتلاقيه تقل. عايزاكم بقى تسموا الله وتصلوا على رسول الله. قولوا لي من اي بلد بتتابعوني، وما تنسونيش بلايك حلو زيكم، وسموا الله وصلوا على رسول الله وانتوا بتعملوا حاجتكم تطلع حلوة فيها البركة. وما تنسوش اللايك. مع